وكلام الناس زي الألغام. عشت الأيام متلام معلمتش تستسلم وتعبت حرام وبكام اشتري فرح وهزار. ده ضميركم مات والسلام للحجة وللآثار. حكايات بتدور وتدور على راجل كان غلبان راجل مظبوط عالقوت يابا ليل ونهار شايف ومعاه بنتين حلوين وجمالهم بالألوان ومراته كانت في حياته مصدر صدر أحسن. بتزن عليه وكل يوم عايزة تجيب صيغة أو هدوم والراجل ضايق السموم ساكت علشان بناته ماشوا في رعاية الإله ولا عمره يفوت الزمان. الفجر صلاته طوق نجاة شغله ده مضمون حياته. مع كل طلعة فجر يبقى من الأذان في الجامع اللي بعد بيته في الميدان. بعد يروح الشغل ويجيب الفلوس أصل المدام حربية ويبقى أطول لسان. صافي الضمير وإن شاء الله خير وفي وشه نور حالف عشان ولاده يكسر أي سور. بس الحلال طبع الرجال المخلصين لكن الحرام لو في كنوز يبعد يغور. اسمع لو خاوي الموضوع عن راجل طيب موضوع في الشغل وفي البيت منقوع وحياته بقت مملة تعبان والقلب ده اشتكى والدنيا معاه متدربكة وكلام مش ممكن يتحكى ومراته به وحياته روتين وحزين مش طايق نفسه بجد ومراته تزيد في هموم وتهده تجيبه الارض. كان هيطلقها وبناته حلوين اوي زي الاول وعشانهم مستحملها لكن منها ضجر. وفي شغله معاه واحدة كانت جنبه كانت حاسة بتشوف عليه احسن وتقول له يا حول الله زعلان عليك واموت بدعيلك ليل ونهار انك تخلص من همك قبل ما قلبك ينهار. حبها وعشقها هي دي الراجل بس هيقضيه غير واحدة تطبطب عليه وتحسسه دايما بالراحة. فكر يتجوزها وخلاص الحب ملاه وقلبه هز قال لها وافقت وبإخلاص ما هي ليه كانت دايما مرتاحة. مأذون ضروري يجي يكتب له الكتاب علشان خلاص قرر يفوق من الاكتئاب. اصل المدام الاولى كانت مديانه اكبر دروس من الوجع ومن العذاب. عالبركه يلا بقت مراته حلال عليه ومداري سره عشان بناته نور عينيه. اصل الطلاع الاب دايما يبقى غالي من غير بناته الدنيا مش لازمه يا بيه. بنزل من الشغل يروح لها يقعد يحكي لها يقول لها زهقان من الدنيا وزنها لكن نفسي في ضنايا دول هما الدنيا كلها والحاجة اللي بشتاق لها لولا دول ما اروحش انا عندها خليكي دايما ورايا. الحب بيهون كتير لو كان جديد حبه القديم قاسي وغشيم وألم شديد لكن الحنان والرقة بتطيب جراح وتكسر الصخر وتسيح في الحديد. بيغيب ويسهر برا بيته باليومين اصل الجوازة لسه طازة يا لليعين لكن القديمة ما عادش بيقرب سريرها مرتاح لغيرها ونفسه تاني في عيلين. كان نفسه اساسا في الولد ولكن كان راضي باللي اتولد الابن لابوه بيكون سند ويحسسه بالامان شهر وشهرين قول سنة مرتاح ومعاه شاف الهنا ومخبي السر بحرفنة والدنيا معاه ماشي سنة الجواز وما جاش ابن اللي بيحلم بيه قال لمراته دكتور تروحي له تسألي انا عندي عيال والحال عارفة من غير ما احكي شكلك كده عندك عيب والواد مش هتجيبي. اخدت معاه الدكتور وراحت منها رايت وقالت سنتين جواز ومفيش حمل وعراس جوزي مش معيوب ومعاه بنتين حلوين امرت ولكن هيموت ملهوف علشان نفسه يجيب واد. والدكتور امحن منها ملقاش في مانع عندها راح رد بسرعة وقال لها انت سليمة وما فيكيش عيوب جوزك
قالوا معايا بنات قمر شكلك غشيم، حلل له اتفاجئ مفاجأة ما كانتش حلوة. الباشا مش بيخلف الباشا عقيم، وطلع بالصدمة بيصدموه واخد جوزها وبيكلموه، بيقول له الحلاوة يفهموه وكأنه بسيف وبيتشق. قال للدكتور انا هدها لو صدق التحليل وقتها، وهجيب بنات احلل لها اعرف من دمي ولا لا. مصدوم والعقل صبح غيبان، حلل يا طبيب لا غيب ويا رب تكون غلطان. طلع الدكتور مكسوف وكمان هيموت من الخوف، وادى في ايده التحليل قال له انت اتفرج شوف. لقى نفسه غشيم وعقيم وبقاله سنين متخان، ومراته الأولى دي الغولة اللي رمته على الأحزان، علشان خيانة بيعاه في الوهم معيشة، والبنات مش بنات ودي فضيحة يا حول الله. ومشاعر قلبه اتجرحت والدنيا بهت مطوحت، راح قال لمراته بجحت في كلامها ونرفزته، جاب السكينة وشقها وبناتها بتصرخ جنبها، راح موت نفسه بعدها خلصت خلاص كده قصته. جت الحكومة اللي بتحقق بالساعات علشان تقفل القضية من سكان، شافوا ورقة فيها قصته كمان وصية إن مراته التانية دي تربي بنات، حاسب تناسب أي واحدة ما تتسهلش، احذر يا صاحبي من الخيانة ما تتجهلش، خلت واحد بيصلي الفرد في ميعاده يموت كافر علشان رخيصة ما تستاهلش.